السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي في كل مكان. أتمنى يا رب تكونوا كلكم بخير. يا ريت لو أول مرة تشوفوني تنزلوا بسرعة بسرعة تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملي لايك لو شفتي إن الفيديو يستاهل. نبدأ بسم الله كده. احنا عاوزين ايه؟ نتفق إني مش عاوزين نهدر اليوم أبدا أبدا مننا ويضيع هباء كده في رمضان. خلاص. طيب، خلينا متفقين ان احنا كلنا كستات بيوت اليوم كله بيضيع مننا فين؟ اليوم كله بيضيع مننا في المطبخ وفي غسيل المواعين وفي الحاجات ديت. خصوصا بقى كمان لو في ايه، لو في طفل صغير رضيع ولا حاجة، ده يعني الله يكون في عوننا جميعا، بتبقى عذاب، يعني عذاب بجد. ربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم. طيب، احنا ازاي ما نضيعش مننا العبادات، ما نضيعش الفروض، ما نضيعش قراءة القرآن، ما نضيعش كل الحاجات دي مننا ويعدي اليوم علينا كله واحنا في المطبخ؟ خلاص بقى بعد الفطار يلا بقى نغسل المواعين، نقعد نتفرج على المسلسلات. لا. هو شهر واحد في السنة، أنا مش بقول كده في يعني في رمضان بس، المفروض يبقى على مدار السنة. وربنا يهديني وإياكم يا رب جميعا. طيب، هنبدأ نعمل حاجات تسهل علينا حياتنا. بمعنى بمعنى إن أنا مش هضيع وقتي كله وأنا بقطع البصل، وأنا بقشر توم، وأنا بعمل صلصة، وأنا بعمل ده. بصوا يا جماعة، التفريزات أول حاجة معايا هي التفريزات. تمام كده، تمام كده. طيب، التفريزات دي مش ان انا بقى بخزن اكل وان انا بقى جشع، لا 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 ابدا، مين قال كده؟ التفريزات دي بتسهل عليا وقت ومجهود، وقت ومجهود وفلوس برضو، وفلوس. طب ازاي بتوفر عليا فلوس وانا بجيب؟ بتوفر فلوس اما تبقي ايه، اما يبقى في حاجة كده تحسيها لقطة قدامك سعرها مناسب، تعرفي تجيبيها. نوع خضار معين الأيام دي مثلا رخيص، تعرفي تجيبي منه مثلا 2 3 كيلو وتقطعيهم وتكيسيهم وتفرزيهم، سهل عليكي. التوم دلوقتي عفوا، التوم بدل ما كل يوم الطبخة اقعد افصص توم واقشر وادق ومش عارفة ايه، لا، طب كل التحضيرات دي بتسهل عليا الحياة. خلاص، يعني أنا من دلوقتي أبدأ أحضر كده كل إن شاء الله كل حاجتنا، نبدأ نحضر الحاجات اللي هي فعلا بتاخد مننا معظم الوقت، بل بتاخد مننا الوقت كله. طيب، هنبتدي دلوقتي، ده موسم التوم، كله بيخزن توم. هاتيه، حابة تعملي الكمية كلها، تبدأي تطحنيها وتجهزيها عندك في برطمانات، في أكياس، تاخدي منها تسحبي منها يا دوب على الأكل على طول. دي هتسهل عليكِ جدًا. عايزة تجيبي مثلًا الكمية كلها، تقسمي الكمية تسيبيها تنشف عندك، مثلًا نصها ينشف عندك في البلكونة والنص التاني تبدئي تخزنيه، تمام جدًا، هيسهل عليكِ وهيقعد عندك فترة كبيرة. البصل، في ناس ما بتحبهوش ني، مع اني لو حطيتي له توم، حطيتي له سوري، حطيتي له زيت وملح وفلفل، ريحته مش هتغير ابدا ابدا ابدا. طيب، مش حاباه كده اهو، ممكن تعمليه تقليه، تقليه عادي وفي برطمان وتسحبي منه في رمضان على الطبخ على طول، يسهل عليكي. عشان وقت العبادات احنا مش عايزين نضيع اليوم كله هباء مننا في المطبخ وفي العزومات وفي الحاجات دي. هتعملي كل حاجة وهيبقى عندك برضو وقت، وهيبقى عندك مساحة. وكمان احنا بنبقى مجهدين في رمضان، يعني الست بتبقى مجهدة خصوصا مع الأطفال، وهي كل عارفة أنا بقول إيه وعارفة إن الكلام ده هيفرق معاها إزاي. طيب، إيه تاني؟ الصلصة، الدمعة بتاعت الخضار، تمام كده. برضو دي الطماطم، تجيبي مثلا 3 4 كيلو 5 كيلو على حسب كل بيت واحتياجاته. انت بتستعملي 2، غيرك بتستعمل 5 كيلو في خلال الشهر. آه،
غيري بيستعمل 5 كيلو في الشهر، غيري بيستعمل 10 كيلو في الشهر. أجيب الطماطم وابتدي أعملها وأجهزها على النار، ابتدي أقطعها وأنضفها. الأول أغسلها غسلة كويسة بالمية وبالخل، وبعد كده أقطع البذرة اللي فيها من فوق دي، وابتدي أغليها، أقسمها على نصين أو أغليها سليمة كده وزي ما هي في حلة كبيرة. وأما تبرد خالص ابتدي أفرمها في الخلاط من غير أي سوائل، هي هتبقى فيها السوائل بتاعتها. وابتدي اعمل اكياس على قد الطبخة بتاعتي، اسيب مثلا برطمان تحت ولا حاجة للاستعمال الاسبوعي فقط، للاستعمال الاسبوعي فقط. والباقي اخده على الفريزر، اعمله اكياس كده اهو، اطلع الكيس على قد الطبخة على طول. منها موفر للوقت، موفر للمجهود، موفر للميزانية في يعني في الايام الغلا اللي احنا فيها دي. ربنا يرحمنا يا رب برحمته الواسعة جميعا. تمام كده. تمام كده. طيب مثلا في خضار دلوقتي، البطاطس يعتبر سعرها معقول، من 5 ل6 جنيه. عندك ديب فريزر، هاتي واعملي لك برضو شوية. آه، ايا الطريقة اللي انت متفقين عليها، اي طريقة انت بتحبيها في تفريز البطاطس، وحطيهم في الفريز برضو هيسهلوا عليكي تطلعيها كده مجمدة على طول. هتبدأي تسخني الزيت وتحطيها، خلاص مش هتاخد منك دقيقتين 3، بقى عندك أحلى وأجمل بطاطس محمرة جنب الأكل. طيب ايه تاني؟ عندنا كذا نوع خضار. السبانخ، هاتي مثلا 2 كيلو. انا مش بفرض عليكي كمية يا جماعة، انا مش بفرض كميات، انا بقول كل بيت واحتياجاته، كل أسرة وعددها، كل بيت بيحب ايه وما بيحبش ايه. انا بحب كذا انت ما بتحبهوش، فاهماني؟ طيب ايه كمان؟ عندي دلوقتي، عندي السبانخ قلنا، عندنا القلقاس، عندنا البزلة وما أسهل منها طبعا. هاتي برضو البزلة، هاتي أيا كان الكمية، مش هقولك كمية، هاتي الكمية مع مثلا شوية جزر، وابدأي فصصيها وجهزيها واغسليها وظبطيها وحطيها في مصفى كده اهوت ايه، على بخار يعني، تحتها مية بتغلي، وابتدي ايه اعمليها برضو وخزنيها اكياس اكياس كده هوت عندك، تاخدي برضو، اصبح عندك كيس الصلصة انت عاملاه، كيس الدمعة اللي هي بتاعت الطبيخ، وعندك البصل انت مقلياه، وعندك البزلة انت مكيساها. الله، طب ده انت الطبخة كلها عندك جاهزة. فهمتي انا بقى بتكلم في ايه؟ صدقوني يا جماعة، اللي بيقول ان الحاجات في التلاجة طعمها بيغير وما بتبقاش كويسة في الفريزر، انا متفقة معاكي، بس مش في كل الحاجات، مش في كل الحاجات. يعني الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي في التفريزات، لا دي حاجات اساسية معانا، مش لرمضان بس، ده لطول السنة، لطول السنة بتسهل عليكي بشكل رهيب. مضغوطة، راجعة من برا متأخر، كنت في الدروس مع ولادك، معاكي طفل صغير معاه طول اليوم مضيع وقتك ومجهودك، صدقيني هتتعبي يوم في أول الشهر مثلا أو أول الأسبوع، أيا كان الميزانية اللي انت بتاخديها ازاي، هتتعبي أول يوم ولا تاني يوم، وبعد كده هترتاحي. وقسمي بقى، قسمي وحطي زي تيكت كده صغير بالتاريخ، يعني انت عملتي الحاجة دي امتى عشان ما تجيش تتحط وتنسيها، او مثلا تقعد فترة كبيرة وانت ما تبقيش عارفة لها expired، ايه تاريخ الصلاحية يعني بتاعها. تحطي تيكت كده مكتوب عليها التاريخ، حطيتيها امتى، ابتديتي تفرزيها امتى. والخضار بقى بيقعد معاكي 6 شهور، اكتر اقل، بيقعد يعني بيستحمل فترة ما يكون متخزن بطريقة صحيحة. بس كده، الحاجات دي كلها هتسهل علينا وقت، هتخلي عندك وقت لقراءة القرآن، لتأدية الفروض، مش هتبقي مضغوطة، مش هتبقي مهيبرة، عايزة بتجري هنا وبتجري هنا وبتجري هنا، عايزة تخلصي كل اللي وراكي بسرعة بسرعة بسرعة، وفي الآخر مش بتخلصي برضو. مش عايزين نضيع وقتنا كله في المطبخ، ما تعمليش أكلات معقدة. طيب قلنا كده هوت ان
يعني بلاش الأكلات المعقدة قوي، أو لو هتعملي مثلا أكلة تقيلة أو دسمة أو أخدت منك مجهود كبير، محشي، مكرونة بشاميل، الحاجات اللي احنا عارفينها دي كلنا، مثلا ممكن تخلي الأكل ده تعملي منه أكل يومين. اديكي وفرتي يوم، منها وفرتي في ميزانية البيت، ومنها يعني وفرتي في وقفتك وفي تعبك، وفي مجهودك وفي صحتك، وفي وقت انك تعملي حاجة تانية اولى. خلاص. دي كده نبذة صغيرة، وان شاء الله هنتكلم مع بعض في الحاجات ديت كتير، عشان بإذن الله الشهر ده برضو ما يضيعش مننا كده اهو. نحاول على قد ما نقدر نجتهد في العبادات، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. أتمنى تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.